أن الله هو جسم ذو أبعاد له قدر من الأقدار، يعني رب الشيعة قد كم شبر باعوا قيسوه، ولكن لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا تشبهه. ونقل عنه أنه قال هو 7 أشبار، يعني العوتية ما أكبر من ربكم، استغفر الله العظيم. وهشام بن سالم شو يقول انه تعالى اعلاه مجوف ايابه واسفله مصمت، وبعدين بعد قلبي ونور ساطع يتلاله، ادري احمل والدك انت جايب لي بوري لقطيه مال حليب نيدو، اعلاه مجوف وجواه مصمت. ارحموا عقولنا. الله أكبر يا أهل السنة، دين مبني على التدليس. الرد الثاني على العنبري، يقول صاحب كتاب البراهين ينقل عن العنبري انه يعتقد الله شلون الحليب ومعروف ايش هو وصفه. صاحب كتاب البراهين لنعمة الله الجزائري، شنو هذا نعمة الله الجزائري؟ قاعد ينقل معتقدات المخالفين لنا، فنقل رأي عالم من علماء السنة اسمه العنبري. من هو العنبري؟ يقول عالم السنة الإمام شمس الدين الذهبي سير أعلام النبلاء الجزء 15، الإمام الثقة المفسر العنبري النيسابوري المعدل إماما بليغا فصيحا. انقلبت قاعدة المهدوية. إذن العنبري هو عالم من علماء السنة ويعتقد اللاقوطية حليب. يلا يا تاريخ سجل وادعس باسم صاحب العصر والزمان.